السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بالإخوان والأخوات أينما كنتم داخل المملكة المغربية الشريفة وخارجها. مرحبا بكم إخواني في حلقة جديدة. اليوم إن شاء الله سنتطرق فيها للهزائم والنكسات التي تلقاها النظام الجزائري والجبهة الانفصالية بقيادة بن بطوش، وخاصة في هذه الأيام الماضية. وقبل البدء في سرد هزائم الجبهة الانفصالية وصنيعتها الجزائر، سنبدأ بصفعة الاتحاد الأوروبي للبوليزاريو وللنظام الجزائري ومن معه. فقد جدد المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية يوم الجمعة الماضي التأكيد على أن لا الاتحاد الأوروبي ولا أي من دوله الأعضاء يعترفون بالجمهورية الصحراوية المزعومة. وجاء إخواني هذا التصريح ردا على سؤال بشأن الاجتماع الوزاري بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي الذي عقد الأربعاء الماضي في بروكسل. وذكر المصدر أن المتحدث الأوروبي أكد أن الاجتماعات الوزارية بين الاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي تنظم بشكل مشترك، وأن أي حضور محتمل للكيان المعني يعني بوليزاريو يعود سببه للاتحاد الإفريقي، نافيا أن يكون الاتحاد الأوروبي قد دعا الجمهورية الصحراوية المزعومة لحضور هذا الاجتماع. لكن إخواني، ماذا وقع؟ الذي وقع هو أن الجزائر تفشل في تحقيق رهانها من مشاركة البوليزاريو في اجتماع بروكسل، حيث عكست مشاركة هذا الكيان في الاجتماع الوزاري الإفريقي الأوروبي العزلة الإقليمية والدولية التي تعاني منها دولة تندوفت أو دولة بن بطوش، حيث كانت باهتة وغير مؤثرة رغم جهود الجزائر وجنوب أفريقيا ودول أخرى معادية لوحدة المغرب. وعلى الرغم من ضغوط الجزائر وحلفائها لفرض حضور ممثل بوليزاريو، إلا أن هذا الأخير كانت مشاركته قد شهدت مشاركته تهميشا سياسيا وبروتوكوليا واضحا، مما أدى إلى فشل النظام الجزائري العدو في تسويق أطروحته في الأروقة الدبلوماسية الإفريقية والأوروبية. وأكدت كذلك مصادر من داخل الاجتماع أن ما يسمى بوزير خارجية الجبهة الانفصالية التي توجد في تندوفت لم يتلقى أو لم يلتقي بأي مسؤول أوروبي أو إفريقي سوى بوزير خارجية صنيعته الجزائر أحمد عطاب، مما يشير إخواني إلى العزلة القاتلة التي يعاني منها هذا الكيان المصطنع والنظام العسكري الجزائري كذلك. ومن الإهانات كذلك التي تلقتها دولة بن بطوش لم يرفع علمها خلال الاجتماع، ولم يخصص لممثليها أي استقبال رسمي مثل وزراء الخارجية الأفارقة. والرسالة الأوضح جاءت من الاتحاد الأوروبي، حيث غادرت ممثلته العليا للشؤون الخارجية القاعة فور بدء ممثل بوليزاريو كلمته القصيرة التي لم تتعدى بعض الثواني. هذا يعني فشلت الجزائر في إعادة تسويق البوليزاريو خلال اجتماعها
حيث إخواني لم تتمكن من تنظيم لقاءات رسمية بين ممثل الجبهة والمسؤولين الأوروبيين، أو الحصول على الأقل على إشارة تدل على اعتراف أو دعم لأطروحتها البائدة. ويأتي إخواني هذا الإخفاق الجزائري لينضاف إلى سلسلة من الانتكاسات التي لحقت الدبلوماسية الجزائرية في مختلف المحافل الدولية والإقليمية، بينما يحظى المغرب بدعم قوي من القوى الدولية بشأن سيادته على أقاليمه الجنوبية. ويعتبر مقترح المغرب لمنح الأقاليم الجنوبية حكما ذاتيا الحل الوحيد لتسوية النزاع، مما يعزز مكانته كشريك موثوق في إفريقيا وأوروبا. أما إخواني النكسة الثانية هي استبعاد الجبهة الانفصالية من مؤتمر مغاربي بنواكشوط، والذي تشرف عليه السيدة الأولى بموريتانيا، حيث عبرت بعض الوسائل المقربة من البوليزاريو عن استيائها من إقصاء موريتانيا للجبهة من مؤتمر تمكين المرأة المغاربية في نواكشوط الذي نظمته حرم الرئيس الموريتاني بمشاركة فقط دول الاتحاد المغرب العربي. يعني ولم يظهر علم البوليزاريو في الجلسات الرسمية، ولم تشارك أي وفود تمثل هذه الجبهة، حيث اقتصرت المشاركة على دول المغرب العربي الخمس: المغرب، الجزائر، ليبيا، تونس، وموريتانيا. ولا تعد البوليزاريو عضوا في هذا التكتل. ويأتي إخواني هذا الموقف الموريتاني بعد رفض هذه الأخيرة، وإلى جانب مصر كذلك، المشاركة في مناورات سلام شمال إفريقيا 3، والتي من المقرر إجراؤها على الأراضي الجزائرية خلال الفترة بين 21 و 27 ماي الجاري. وكان هذا الرفض احتجاجا على دعوة الجزائر لجبهة البوليزاريو الدولة الوهمية للمشاركة في هذه المناورات. من هنا إخواني تعتبر بعض الأصوات داخل الجبهة الانفصالية أن المواقف الموريتانية وخاصة هذه الأخيرة تمثل انحيازا للمغرب، خاصة بعد رفض الحكومة الموريتانية فتح سفارة لهذه البوليزاريو ولهذه الجبهة أو هذه الجبهة الانفصالية في نواكشوط، ورفض كذلك موريتانيا إقامة علاقة دبلوماسية مع بن بطوش وأتباعه، وكذلك مشاركة موريتانيا في مشاريع استراتيجية مع المغرب مثل مشروع معبر السمارة الجديد بير غرين، ومبادرة الملك في إفريقيا كمبادرة الأطلسي، بما في ذلك أنبوب الغاز الإفريقي. وهذه نكسة تصيب إخوان نظام الجزائر وصنيعته البوليزاريو في غضون أسبوع. أما النكسة الثالثة فهي اعتراف البوليزاريو الانفصالية بفشلها في تحقيق اختراق بالبرازيل رغم عودة اليسار إلى الحكم. هنا أقر بن بطوش وأتباعه بعجزهم حقيقة عن الحصول على اعتراف من البرازيل رغم محاولتهم المتكررة
منذ عودة اليسار للحكم بقيادة الرئيس لولا دا سيلفا، حيث أفاد المتحدث أن الجبهة الوهمية حاولت التواصل مع الرئيس لولا دا سيلفا دون جدوى، حيث لم تتلقى أي رد منه. كما عقدت هذه الجبهة اجتماعات مع مسؤولين في وزارة الخارجية البرازيلية، لكن لم تحقق هذه الاتصالات أي تقدم، لأن القرار النهائي بيد الرئيس البرازيلي وحده. ونعلم إخواني أن البرازيل هي أكبر دول أمريكا اللاتينية التي حافظت على موقف متوازن تجاه النزاع حول الصحراء المغربية، حيث لم تعترف أبدا بهذه الجبهة الانفصالية رغم وجود حكومات يسارية في البلاد. بينما وكما نعلم أن اليسار في أمريكا اللاتينية كان داعما رئيسيا لأطروحة البوليزاريو أو أطروحة النظام العسكري لتقسيم المغرب. بعد إخواني هذه النكاسات المتتالية في ظرف أسبوع يأتي قرار موريتاني نزل كالصاعقة على بن بطوش والنظام الجزائري، حيث وجه الجيش الموريتاني إنذارا لميليشيات جبهة البوليزاريو في منطقة البريطة القريبة من الحدود الجزائرية، مطالبا بإخلاء الموقع فورا لأنه جزء من الأراضي الموريتانية، والتي قررت موريتانيا تحويله إلى منطقة عسكرية مغلقة. وأعطى الجيش الموريتاني مهلة قصيرة لمرتزقة البوليزاريو لمغادرة الموقع دون احتكاك مع الجيش الموريتاني. ولم يصدر إخواني حتى الآن أي رد رسمي من بن بطوش ولا من النظام العسكري الجزائري. والخبر الأخير هو يتعلق بأخبار وطنية، ما حقيقة فرض غرامة على مخالفي القرار الملكي في العيد أو عيد الأضحى، حيث تداول إخواني رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورات تفيد بأن ذبح الأضحية يوم العيد الأضحى يعرض صاحب هذا الفعل لغرامة مالية، وذلك كونه مخالفا للتوجيه الملكي الذي يحث المواطنين على عدم القيام بهذه الشعيرة. وأفادت نفس المزاعم بأن لجنة خاصة ستراقب المواطنين لمنعهم من إقامة شعيرة النحر، مما أثار صراحة نقاشا واسعا في هذا الفضاء الرقمي. لكن إخواني، كشف خبراء القانونيون أن الأخبار المتداولة حول هذا الموضوع لا أساس لها من الصحة، مؤكدين أنه لا جريمة ولا عقوبة بدون نص قانوني، ولأن كذلك البلاغ الملكي الأخير أهاب بالمواطنين الامتناع عن الذبح دون أن يلغي شعيرة عيد الأضحى. ونعلم جميعا إخواني أن المغاربة دأبوا على احترام تعليمات الملكية ولا انضباط لها. وأكد كذلك المتحدث أن القول بأن من يقوم بالذبح سيتعرض للمساءلة القانونية هي معلومات خاطئة، حيث لا يمكن معاقبة شخص خالف مثلا توجها عاما للدولة ما لم يتم النص عليه صراحة في القانون. وتجدر كذلك الإشارة إلا أن الالتزام بالقرار الملكي الذي دعا فيه الملك شعبه إلى عدم ذبح الأضحية يوم العيد يشكل قيمة من القيم المغربية الراسخة
المتمثلة إخواني في الوحدة والتضامن والتآزر واصطفاف الشعب خلف ملكهم. إلى هنا إخواني انتهت حلقتنا. أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.